أروى حسن الظن حين يوقن العبد أنه بعد الكسر جبرا، وأنه بعد الدمع بسمة، وأنه بعد المرض شفاء، وأنه بعد العسر يسرا، وأنه بعد الدنيا جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وصباح السعادة. قصة فيديو النهاردة هي قصة عن العوض الجميل، وهي قصة من إحدى متابعاتي الغاليات رسلتني على الانستجرام وحكت لي القصة بتاعة العوض الجميل اللي تخصها. والحقيقة إنها قصة عجيبة جدا جدا، قصة تدي أمل، قصة تفرح القلب. والله أنا وأنا بقرأ القصة دي أنا قلبي فرح، بتطمن القلب والروح بإن عوض ربنا سبحانه وتعالى إذا أحل أنساك مرارة ما فقدت. قبل ما احكي عن قصة النهاردة خليني احكي لكم في عجالة سريعة جدا قصة بسيطة جدا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن قصة العوض الجميل. النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي عمه ابو طالب والسيدة خديجة رضي الله عنها وارضاها زوجته، فكان العام اللي توفوا فيه اسمه عام الحزن، لان النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد جدا على وفاة عمه، لانه هو اللي كان بينصره، ولانه كان بيحب عمه جدا، هو اللي كان بيدافع عنه ضد قريش وبينصره في كل حياته. اما السيدة خديجة رضي الله عنها هي اللي كانت بتواسيه، هي اللي كانت بتطمن قلبه، هي كانت الزوجة الحنونة ليه، فكان بيحبها حبا جما، ودي كانت اولى زوجاته. لما توفوا سمي العام بعام الحزن، وحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. والحزن لا يعني ان الانسان مش راضي بقضاء الله، انا بحزن لان فيها من الصفات البشريه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم بشر وفيه من الصفات البشريه، وبالطبيعي انه هيحزن، لكن حزنه ليس اعتراض على قضاء الله ابدا. وبرغم الحزن اللي هو فيه ما قعدش يقول انا حزين وهقعد ومش هأدي الرساله بتاعتي، انا معترض وانا بل بالعكس راح للطائف عشان يكمل دعوته للاسلام. ولما راح للطائف لقى معامله سيئه جدا جدا من اهل الطائف، واذوه كما تعود انه كل ما يدعو للاسلام بيلاقي اذى وبيلاقي الرفض او عدم القبول لدعوته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فلما خرج من الطائف بعد ما رجله كانت ينزل منها الدم كده، خلوا اطفالهم، اهل الطائف خلوا اطفالهم يجروا ورا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين بالطوب، لدرجه ان رجله قعدت تنزل دم، لحد ما راح في مكان كده وبعدين قعد بقى يدعي الدعاء المشهور اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس الى اخر الدعاء. جاله ملك الجبال وقال له يعني امرني يا محمد، لو انت امرتني ان انا اطبق الجبال عليهم انا هفعل. رفض الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له لعل الله يخرج من اصلابهم من يعبد الله. فتخيلوا كميه الرحمه. الشاهد في الكلام ده كله ان في عز حزن النبي صلى الله عليه وسلم فربنا سبحانه وتعالى اوحى واسرى اليه رحله الاسراء والمعراج. باذن الله هتكلم معاكم في وقتها عن رحله الاسراء والمعراج تفصيليا، لانها رحله شيقه جدا جدا. رحله الاسراء والمعراج كانت بمثابه عوض للنبي صلى الله عليه وسلم عن حزنه، وبرغم كل الحزن اللي هو فيه استمر في دعوته. كان العوض من رب العالمين ليه، وكان جبر خاطره عن طريق صحبة سيدنا جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم وصل فيها لسدرة المنتهى، ربنا سبحانه وتعالى خلاه يشوف فيها أخلاء الأنبياء السابقين اللي عانوا من قبله في رسالتهم وفي دعوتهم. كمان خليه يشوف جزاء اللي هيعبد رب العالمين هيكون الجنة، ويشوف كل الناس اللي هتبقى في الجنة، يشوف اللي هيعصي رب العالمين وعذابه في النار. كانت رحلة الإسراء والمعراج عوض للرسول صلى الله عليه وسلم. العبرة أو الشاهد إن قصص الأنبياء أو الأنبياء عبرة لينا، قصصهم عبرة لينا. اعتبر بإن الصبر بعده جبر، إن الحزن بعده بسمة. نيجي بقى على قصة النهاردة، وهي قصة حقيقية، والقصة كالآتي. بتقول يا أسماء أنا تزوجت زوجي والحمد لله رب العالمين حياتنا كانت ماشية كويس. بعد كده جه والد زوجي اتوفى، ولما توفى كان سايب وراه 3 بنات حلوين على وش جواز. كل بنت فيهم تزوجت ورا التانية، يعني ما كانش فيه فواصل بين زواجهم، سنة ورا التانية ورا التالتة. وكان زوجي هو الأخ الأكبر لل3 بنات، كان المفروض هو اللي هيجوزهم، هو اللي هيجهزهم، لأنه هو العائل الوحيد ليهم بعد ربنا سبحانه وتعالى. وبالفعل زوجها جهز إخواته البنات، والحمد لله رب العالمين ربنا أكرمه وجهزهم أحسن جهاز، وتزوجوا زواجات محترمة طمن عليهم. طبعا شارك على قد ما يقدر باللي معاه في جهاز إخواته، اللي ما قدرش عليه قرر إنه هو يجيبه على سبيل القسط، وقصاد القسط ده مضى على نفسه وصولات امانه، لانه ما قدموش حل غير كده. وصولات الامانه دي المفروض ان هي لها ميعاد ان هي هتتسدد فيه. فضل يعدي شهر ورا التاني يسدد من حياتنا.
سالتها سؤال، قلت لها انا عايزه اسالك سؤال وبكل صراحه تجاوبيني، هل انت كنت متضايقه، حسيتي ان لا انت ازاي بتاخد من حياتي ومن رزقي ومن رزق اولادي؟ قالت لي لا والله يا اسماء ابدا ما حصل، بل بالعكس انا اللي كنت بشجعه وبحثه، انا اللي كنت بنزل مع اخواته البنات واختار معاهم الجهاز بتاعهم، كنت فرحانه وسعيده، كنت بقول له انت لما تستر اخواتك البنات ده انت تدخل بيهم الجنه. حقيقي حسيت ان هي قد ايه زوجه صالحه وزوجه جميله. فضل يسدد بقى الاقساط من حياتهم لحد ما الاقساط دي بدات تاثر على مستوى حياتهم. حاول ان هو يدخل في مشاريع كتيره جدا، ولكن كل مره المشاريع دي بتبوء بالفشل، كل ما يدخل في مشروع يبوظ ما يكملش. لما لقيت الحاله بتضيق بينا والحياه بتضيق بينا، انا من نفسي قررت ان انا ابيع الشبكه بتاعتي، وكان معايا ذهب محترم هو جايبه لي لما جه يتزوجني، ومن غير علمه واديته فلوس الذهب نصرف منه على حياتنا. الحقيقي ان هو يعني هو قدر ده جدا جدا وشل الجميله دي على راسه. واللي حصل كالاتي: في يوم وليله بعد ما الدنيا كانت ضاقت علينا، الجميل في القصه ان زوجها كان دايما عنده حسن ظن في الله، يقول الحمد لله لعله خير، كفايه ان انا بخير وانتي بخير واخواتي بخير واولادي بخير، كفايه ان احنا ما عندناش مرض، كفايه ان احنا صحتنا كويسه، كل حاجه هتتعوض. فضل يقول الحمد لله، كل شويه يقول لي ربنا كريم، ربنا هيعطينا، وطول ما انا بسعى هلاقي الخير. فضل عنده حسن ظن بالله وصبر وانتظار الفرج مع السعي، وده دايما اللي انا بقول لكم عليه. بعد فترة طويلة من السعي والديون وضيق من المعيشة، تقولي بعد فترة كبيرة في صديق لي نزل من بلد عربية، عرض عليه ان هو يدخل معاه في مشروع. عرف ان هو ما معهوش المبلغ مالي انه يقدر يدخل معاه في المشروع، لان صاحبه ده عارف انه انسان متميز في المجال المشروع اللي هم عايزين يدخلوه. قال له انت هتدخل بالمجهود وانا هدخل بالمال، ورزقي ورزقك على الله. بتقول لي جالي البيت وهو فرحان وسعيد وطاير من السعاده، ويقول لي ادعي لي ربنا يفرجها عليا، ربنا سبحانه وتعالى بعت لي فرج كبير، ادعي لي ان ربنا يوفقني في المشروع اللي انا داخله. وحكى لها كل القصه، والحقيقي ان هما الاثنين سجدوا لله شكر على ان ربنا اداهم واتاح لهم فرصه جديده. مع الوقت المشروع ده بالفعل عملوه نفذوه خططوه، والمشروع فعلا نجح ما شاء الله تبارك الله، بدأ يدخل لهم أرباح كويسة جدا جدا. ومع الوقت الحالة المادية بدأت تتحسن شهر ورا التاني لحد ما سدد كل الأقساط اللي عليه. سبحان الله العظيم، ربنا أكرمهم واشتروا شقة ما كانوش يحلموا بيها، وجاب السيارة اللي هو ما كانش يحلم بيها. حياتهم اتبدلت رأسا على عقب. انتوا كنتوا بتعملوا ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى يفرجها عليكم الفرج الكبير ده؟ قالت لي كنا بنحسن الظن بربنا، كان عندنا الصبر وعندنا الرضا. انا عايزه اقول لك على سر، انا كنت بستغفر ربنا سبحانه وتعالى كتير جدا جدا، كان عندي زي زوجي حسن الظن بالله. ربنا سبحانه وتعالى لما شاء فتح علينا من حيث لا نحتسب. انا عايزاكي تحكي قصتي دي لكل الناس عشان تعرفيهم قد ايه ذكر ربنا والقرب من ربنا جنه ونعيم وانه خير كبير. العبره والشاهد من القصه دي ان فعلا ان عوض الله اذا جاء انساك مراره ما فقط. ودي كانت قصة النهاردة. لو انت صاحب قصة احكي لنا على قصتك عشان ندي للناس اهمال ونخليهم يستمروا على الطاعات. بحبكم جدا في الله يا طيبين، وان شاء الله استنوني في الحلقات اللي جاية على خير، واشوفكم على خير، مع السلامة.